مكتوب في العهد القديم نبوة بتقول إن في عذراء يعني مش متجوزة هتحبل وهتولد، ودي هتكون علامة على مجيء مخلص البشرية. لذلك يعطيكم السيد آية: هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. ودي كانت فعلا مش حاجة عادية في الوقت ده في المجتمع، ودي حاجة يعني عملت شكوك كتير، ازاي يعني واحدة عذراء مش متجوزة تحمل وتولد؟ بس النبوة دي كانت هتبقى علامة على معجزة هتحصل، وفعلا حصلت في العهد الجديد في إنجيل متى. احنا شفنا إن النبوة دي اتحققت بشكل كامل. وفي إنجيل متى نلاقي آية شبهها جدا: فتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. النبوة دي ما كانتش بس بتأكد على إن ميلاد المسيح كان بشكل معجزي، لكن كمان كانت بتعلن إعلان حضور الله مع البشر. وده بيأكد إن يسوع ما كانش إنسان عادي، لكنه كان الله في الجسد جاي عشان يخلص البشر من خطاياهم. النبوة دي بتأكد لنا إن الله عايز يبقى قريب مننا وعايز يفدي البشرية. لو بصينا على القصة من زاويتين، العهد الجديد والعهد القديم، هنلاقي إن الكتاب المقدس متكامل. وده بيأكد فعلا إن الخطة الإلهية لخلاص الإنسان كانت واضحة من البداية. يعني كل الخطة دي عشان أنت تصدق إن فعلا الله جه علشانك. هل دي كلها بالنسبة لك هي قصص، ولا أنت فعلا مصدق إن الله جه علشان يديلك حياة ليها معنى وليها هدف، مش بس مكملة معاك دلوقتي لكن مكملة معاك للأبدية؟